الإخوان المشاهدين، كنشكر جلالة الملك على هذا المجهود اللي دار باش المغرب ينظم مونديال 2030، وكنشكر السي فوزي القجع على هذا المجهود الجبار اللي دار، وتنظيم ديال كأس إفريقيا 2025 كذلك. ودائما وأبدا شعارنا الله الوطن الملك، وكنشكر سيدنا والله يشافي سيدنا والله يخلي لنا سيدنا، ودائما إلى الأمام بالرياضة. اليوم حنايا فرحانين بأننا غادي ننظموا كأس العالم ديال 2030، وفرحانين بزاف. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المكانة اللي ولا كيتبوأها المغرب على الصعيد العالمي. الملف غادي يكون مشترك ما بين اسبانيا والبرتغال والمغرب. هذا شرف كبير لنا، وحنا غادي نكونوا ان شاء الله غادي نكونوا ثاني دوله عربيه غادي تنظم هذا الحدث العالمي. والشعب المغربي كله فرحان، من الملك حتى والشعب والمغاربه كلهم فرحانين. ونهار كبير عندنا هذا، والله القسم الى نهار كبير هذا عندنا. نتمناو لبلادنا من طنجه للقويره، من الحسن الى الاحسن. وكنقولوا احنا نظمنا كأس، احنا غادي ننظموا كأس افريقيا ديال 2025. اليوم الرياضه المغربيه كتزدهر وكتزيان بتنظيمنا لكأس العالم 2030، وفرحانين بزاف. وكنقولوا لا عزاء للكبرانات بهذه المناسبه هذه. السلام عليكم الأخ أحمد، تحية طيبة لجميع المشاهدين ديال قناة الشعب، قناة شوف تيفي. ففي الحقيقة لأن بهذه المناسبة ديال البلاغ ديال الديوان الملكي بتنظيم رسمي للمغرب لكأس العالم سنة 2030، ففي الحقيقة لأنها واحد الخبر اللي هو صار اللي ناول الجميع المغاربة، وهذه ورقة من الأوراق الأخرى للمملكة المغربية وللمغرب اللي غتخلي دائما الحمد لله المغرب راه من مونديال 2022 والإنجازات جميع الرياضات، لا في الفوتسال ولا إلى هذا. فالحمد لله المغرب، وهذه هي كتضاف الأوراق اللي هي مهمة، والورقة المهمة بالنسبة للمملكة المغربية. وهذا انتصار للمملكة المغربية، لأن شرف للمغرب وشرف بالمشاركة مع الدول البرتغال ولا إسبانيا في التنظيم ديال كأس العالم ديال 2030. فهذه بادرة، وهذه ورقة أخرى، وكنأكدوا على ورقة أخرى للمغرب. ولنا المغرب الحمد لله من بين الدول الإفريقية الأولى اللي كتحظى بالتمثيل ديال هذه التظاهرات، وعندها ما يثبت وعندها ما لان هذا الاعلان عن التنظيم ديال كاس العالم ديال 2030 راه ما جاش من الفراغ، راه جا من الحمد لله البنيه التحتيه اللي كتوفر على المغرب، لا من في الميدان السياحي ولا الرياضي ولا البنيه التحتيه للمملكه. وهذا وشكرا مره اخرى لك زوين، وان شاء الله نتمنوا من الله يطول لنا غير العمر ان شاء الله باش نحضروا لهذه التظاهره اللي غتكون ان شاء الله في المغرب الحبيب. شكرا. احنا فرحانين كشعب مغربي، فرحانين لتنظيم المغرب لكأس العالم ل 2030، وكنبغيو نهنئوا صاحب الجلاله الملك محمد السادس على هذا التنظيم وعلى هذه الفرحه اللي دارها في قلوب المغاربه جميعا، لانه كون ما كانش عندنا ملك، احسن ملك في العالم وملك عنده قيمه يعني في العالم باسره، ما غاديش نوصلوا لهذا التنظيم. يعني واحد البصمه غادا تبقى مكتوبه في التاريخ، وكنبغيو نهنئوا جميع المغاربه على هذه الفرحه، مغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لك.